ما يأتي أولا. مجيئك في المركز الثالث في الانتخابات الأخيرة في كربلاء بعد شابين لا تتجاوز أعمارهم عمرك السياسي. المال اليوم هو اللي يحصد الأصوات. كل من يبذل مال أكثر الناس ما يعرفون المرشحين، أغلبهم من الطبقات اللي بعيدة عن الجو السياسي ولا يفهم أصلا هو مهمة البرلماني شنو أو مهمة السياسي اللي راح يؤدي هذا الدور في المستقبل. فلذلك يقول لك هسه فعلا تطيني تطي يصوت لك. إذا النائب ياسر المالكي، النائب حسين المالكي استخدموا أموال من أجل الحصول على هذه الأصوات الكبيرة. يعني تسأل مدينة كربلاء هم وهذا الموضوع تحسبه على الأمين العام لحزب الدعوة، تحسبه على رئيس الوزراء انه سمح لأقربائه اولا فنسأله المال هذا مال سياسي لو مال خاص؟ يسألون هم الاشخاص. يعني انا بالحقيقة امنيتي انه الهيئة المستقلة للانتخابات ان تسأل كل الاطراف، كل الاطراف مو بس دولة، اي طرف من الاطراف ترصد الطريقة اللي يتصرف بها ايام الانتخابات، منين جاب هذا المال؟ وش قد صرف؟ منين مصدره؟ اما ان تشكل هيئة انتخابات عود اذا واحد اقام دعوة قال بانه هذا فلان اخطأ او سوى شيء من القبيل، وليش ما قام الدعوة؟ لو عندك ثقة كاملة بانه هذا المال هذا قام الدعوة، ليش ما قام الدعوة؟ احيانا لو خصوصية الاشخاص اللي فيه طبعا خصوصية ما خلتك تقول وهي مسائله.